في صباح أحد الأيام في مدينة هادئة، كان هناك طفل صغير يدعى عمر. كان عمر شغوفاً بالقراءة والكتابة ودائماً ما يسأل عن كل شيء ليزيد من معرفته. في يوم دراسي توجه إلى معلمته المحبوبة في الصف وسألها: يا معلمتي، ما هي أنواع الجمل التي نستخدمها في لغتنا؟ ابتسمت المعلمة بحنان وأجابت: يا عمر، في لغتنا العربية الجميلة هناك 4 أنواع رئيسية من الجمل. أخذ عمر دفتره جاهزاً ليدون ما ستقوله المعلمة، وبدأت تشرح: الأول هو الجملة الاسمية، وهي جملة تبدأ باسم أو ضمير للإشارة إلى شخص أو شيء ما، مثل أنا طالب. دون عمر ذلك بسعادة وقال: يا للروعة! وما الجملة التالية؟ ردت المعلمة: النوع الثاني هو الجملة الفعلية، وهي جملة تبدأ بفعل تظهر حركة أو عمل يقوم به الشخص أو الشيء، مثل أقرأ كل يوم. اندهش عمر من بساطة الشرح وسأل: وماذا عن الجملة الحرفية؟ ماذا تعني؟ شرحت المعلمة: الجملة الحرفية تشير إلى صفة أو حالة معينة تصف الشعور أو الطقس أو غيره، مثل السماء صافية اليوم. هنا كتب عمر المثال بسرعة لتظل في ذاكرته، ثم تابع بحماس: وماذا عن الجمل التي نستخدمها للسؤال؟ عندها أخبرته المعلمة: هذا هو النوع الرابع، الجملة الاستفهامية، وهي تستعمل للاستفسار أو طرح الأسئلة، مثل هل أنهيت واجبك؟ بعد أن دون عمر جميع الأنواع ال4 في دفتره، شعر بالفخر والإثارة ليعرف كيف يستخدم هذه الجمل في كتاباته. أخيراً، شكر المعلمة بحماس وقال: الفضل لك يا معلمتي، سأكتب قصة باستخدام هذه الأنواع الآن. وبهذه الروح النشيطة، انطلق عمر ليبدأ مغامرته الجديدة في كتابة القصص مستخدماً كل ما تعلمه في ذلك اليوم.